الشطرنج أجمل وأدق الهوايات التي يمارسها الإنسان، فهو يستلزم موهبة عالية وتركيزا كليا وذهنا يقظا واعيا. وللشطرنج عشاق في كل دولة منذ قرون عديدة، وكثير من الدول تدعي أنها أول من عرفته، فاليونان والرومان والعرب والبابليون والهنود والفرس والصينيون وغيرهم يزعمون أنهم أصحابه. ويقول بعض المؤرخون أن الملك سليمان الحكيم أول من فكر في الشطرنج كوسيلة لقطع الوقت، وغيرهم ينسبون إلى الحاكم الصيني هانج تشينج أثناء حكمه كاوستو 174 قبل الميلاد، وكان حينئذ يحاصر شينسي، فاخترع اللعبة ليسلي جنوده أثناء الحصار الطويل، واسمها تشوك تشو هونغ كي، ومعناها علم الحرب. لكن كل هذه المزاعم دحضت عندما اكتشفت مقبرة توت عنخ آمون عام 1930 ميلادي، حيث عثروا في المقبرة على رقعة شطرنج صفت عليها قطع اللعب. فكان هذا الاكتشاف هو الإثبات القاطع في أن الفراعنة منذ 1400 سنة قبل الميلاد اكتشفوا الشطرنج، وعلى أن الاسم العربي للعبة مستمد من اللغة الفارسية حيث تسمى شطرنج، أو من اللغة الهندية حيث تسمى شاطورنجا. وأول لاعب مشهور تتحدث عنه المخطوطات القديمة هو أبو حافظ الشطرنجي الشاعر في بلاط هارون الرشيد الخليفة العباسي ما بين سنة 786 سنة 809 ميلادي. وأول مباراة لها صفة هامة تمت بين لاعبي آسيا الصغرى كانت بين جابر الكوفي وزيرب قطان في مدينة خراسان سنة 819 ميلادي بحضور الخليفة المأمون الذي كان من كبار هواة الشطرنج. وقيل أنه قال: غريب حقا أنا الذي أحكم من نهر الهندوس في الشرق حتى جبال الأندلس في الغرب لا أستطيع أن أتدبر الأمر مع 32 قطعة على رقعة شطرنج طولها شبرين في عرض شبرين. ومن المعروف أن الغازي المغولي تيمور لينك الذي عاش في فترة ما بين 1336 إلى 1405 ميلادي كان يهوى الشطرنج ويستمتع بممارسته، وقد عاش في بلاطه مكرما اللاعب المدعو علي الشطرنجي، وكان شهيرا في هذا الوقت. وأيضا كان القيصر إيفان الرهيب في القرن السادس عشر من كبار هواة الشطرنج، وكذلك كان الإمبراطور بطوس الأول. ومن أبطال هذه الحقبة من الزمان اللاعب الإيطالي الكبير جيريكو، والموسيقار فيليدور، والراهب الإسباني راي لوبر. لكن الشطرنج اتخذ وضعه الحديث وأصبح على ما هو عليه الآن فنا رفيعا، ابتداء من عند ظهور اللاعب الصغير بول مورفي في سنة 1849 ميلادي، فقد ظهر في مدينة نيو أورليانز سنة 1849 ميلادي نجم لامع يدعى بول مورفي. كانت موهبته للشطرنج خارقة للعادة، بدأ يظهر على لاعبي أفراد أسرته بنقلات في غاية الروعة والنقاء، وقد اشترك في مسابقة نيويورك سنة 1857 ميلادي، وكانت تضم 16 لاعبا فاز مورفي عليهم جميعا. وقد دعي إلى أوروبا سنة 1858 ميلادي لكي يتبارى مع الأبطال العالميين أمثال بارنس وبودن ولونتال وهورويتس واندرسون، وقد فاز مورفي عليهم جميعا، فابتدأ اسمه يظهر بالخط العريض في كبريات الصحف، وكانت كل سفينة تصل أمريكا تحمل أنباء جديدة عن انتصارات جديدة لمواطنهم الأمريكي الصغير الذي يبلغ من العمر 20 سنة، فأصبح اسمه يتردد على كل لسان، يسمع في العربات على طريق بوردواي، في المسارح والفنادق، في صالات البارات، فأصبح شيئا عظيما حقا أن يكون الإنسان لاعب شطرنج. تلك اللعبة التي اكتسح بها مواطنهم الأبطال العالميين، فانفردت الهيرالد تريبيون بنشر أنبائه، فإذا الشطرنج يصبح بين يوم وليلة موضة ذلك العهد. وقد أطلق اسم مورفي على حجرات انشأت خصيصا لعب الشطرنج في البارات والنوادي، أطلق عليها اسم حجرات مورفي للشطرنج، مورفي تشيز رومز. ويعتبر مورفي هذا أول من أرسى قواعد اللعب المركزي في العصر الحديث، وهو الذي خلق اللعب اللامع في الشطرنج. ومنذ هذا التاريخ ابتدأت لعبة الشطرنج في الازدهار بشكل عالمي، وابتدأت الدول تتبارى وتتنافس للظهور على الدول الأخرى في مضماره. وقد تربع على عرش بطولة العالم بعد مورفي اللاعب النمساوي الكبير ويليام شتايتنز من 1866 حتى 1894 ميلادي، ثم جاء بعده اللاعب الألماني الفذ الدكتور مانويل لاسكار، فانتزع اللقب منه سنة 1894 وظل بطلا للعالم حتى سنة 1921، حيث فقده أمام اللاعب الكوبي جوسي راؤول كابابلانكا. وفي سنة 1927 جرت مباريات بطولة العالم
بين حامل اللقب واللاعب الروسي صاحب المدرسة الحديثة في علم الشطرنج ألكسندر أليخين. ففاز أليخين باللقب من عام 1927 وحتى عام 1935، وجاء بعده الهولندي الدكتور ماكس إيوي، فتربع على عرش الشطرنج من سنة 1935 حتى سنة 1937 ميلادي، حيث جاء أليخين مرة أخرى واسترد لقبه المفقود. استمر أليخين بطلا للعالم حتى توفي في لشبونة سنة 1946، فتقرر إقامة مسابقة عالمية في جرونينج بهولندا، والفائز الأول فيها يعتبر بطلا للعالم. ففاز بهذه المسابقة وبالتالي باللقب بطل الاتحاد السوفيتي مايكل بوتفينيك. وقد دافع بوتفينيك على لقبه ضد اللاعب الروسي دافيد برونشتيد سنة 1951، وضد اللاعب الروسي سميسلوف في سنة 1954. وفي سنة 1956 أقيمت في مدينة أمستردام مسابقة كبرى ضمت أقطاب العالم في الشطرنج، والفائز الأول يحق له مواجهة بوتفينيك على اللقب. فاز بهذه المسابقة فاسلي سميسلوف فتبارى مع بوتفينيك وانتزع منه بطولة العالم سنة 1957. وفي سنة 1958 طلب بوتفينيك الثار وفاز باللقب مرة أخرى. وفي سنة 1960 فقد بوتفينيك لقبه مرة أخرى ضد ملك التضحيات مايكل تال، لكن بوتفينيك عاد في مايو سنة 1961 واسترد لقبه المفقود. وقد فاز باللقب من بوتفينيك بطل الاتحاد السوفيتي تاجران بتروسيان عام 1963، واستمر على عرش البطولة حتى عام 1969. ويعرف عن بتروسيان أنه ملك الدفاع الشطرنجي وهو أرميني الجنسية. وبعدها فقد اللقب عام 1969 أمام اللاعب الروسي سباسكي، ودافع عن اللقب إلى أن جاء العبقري الأمريكي بوبي فيشر سنة 1972. وما يميز فيشر عن بقية الأبطال أنه لم يمتلك مدرب وأخذ اللقب لوحده بدون توجيه، ولكن للأسف لم يستمر طويلا بسبب رفضه لمواجهة اللاعب الروسي أناتولي كاربوف لأسباب سياسية. وبانسحاب فيشر من المواجهة توج كاربوف بطلا للعالم بدون أن يلعب بطولة العالم عام 1975، واستمر 10 سنوات إلى أن جاء العملاق الشطرنجي وأشهر لاعب في العالم جاري كاسباروف من أذربيجان عام 1985، ولكنه خسر اللقب سنة 2000 ضد الروسي فلاديمير كرامنيك حتى سنة 2007 عندما أخذها منه السفاح الهندي أنانت الذي لم يقدر على الصمود أمام الكمبيوتر البشري ماغنس كارلسن، والذي انتزع بطولة العالم عام 2013 وهو نرويجي الأصل، ولكنه قرر عن تخلي اللقب عام 2022، وهذا كلام غير مؤكد. ربما يلعب أو ينسحب. في حالة إذا انسحب ماغنوس عن بطولة العالم فسيلعب الدينغ ليرن مع إيان نيبونيشي على بطولة العالم. غاب تاريخ الشطرنج الحقيقي في ظلمات الزمن، وكان موضوع العديد من الفرضيات المرتبطة بأساطير وخرافات لا أدلة على صحتها، ولم يستطع المؤرخون إيجاد ما يثبت.